شهر رمضان يعني هتحقق كل اللي انت عايزه بمنتهى السهوله. ده الشهر الوحيد اللي تقدر تخس فيه من غير عناء لو مشيت على شويه الخطوات اللي هقول لك عليها دلوقتي. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات دوراس فيتنس جايد. الفيديو النهارده هحاول قدر المستطاع ان هو يكون فيديو قصير تمهيدا للشهر الكريم. مبدئيا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. هنقسم السلسله الجايه لسلسله فيديوهات خاصه بخساره الوزن وده بدايتها، سلسله فيديوهات ثانيه خاصه بالناس اللي هي بتحاول تزيد في الوزن، طبعا فيديوهات ثانيه خاصه عن المكملات والنصائح العامه رمضان. فقلت لازم ابتدي بالفيديو اللي اغلب الناس محتاجاه، اللي هو ازاي تخس توصل لهدفك بمنتهى السهوله في شهر رمضان. مبدئيا لما نيجي نتكلم عن شهر رمضان لازم نعرف ان شهر رمضان بالنسبه لنا السنه دي في 2023 هيبقى حوالي 9 ساعات من الاكل وبقيه اليوم كله هيبقى صيام. فاذا انت عدد الوجبات اللي انت هتاكلها في شهر رمضان هيبقى متقسم على مدار ال9 ساعات دي. ال9 ساعات دي عندنا وجبتين ثابتين مش هنقدر ان احنا نختلف عليهم، هم وجبه الافطار ووجبه السحور. ما بين ذلك من الوجبات هو الحاجات اللي هيبقى فيها اختلاف بسيط ما بين الناس وبعضها. طيب تاكل ايه وازاي؟ بدايه اول ما اذان المغرب يأذن، الصح مش ان انت تبتدي بالاكل، الصح ان انت تبتدي بشرب كميه كويسه من الميه. وبالنسبه لي كميه كويسه من الميه دي هي بتتراوح ما بين 600 مللي للتر من الميه اول ما الاذان يأذن. وده هيساعدك ان انت اول حاجه تهيئ معدتك للمرحله الجايه اللي هي مرحله الاكل، لان انت بقالك فتره كبيره جدا 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 المعده مش شغاله او مش في عمليه هضم، بجانب ان هو هيخليك انت تاخد راحتك في الوجبه الجايه بمنتهى السهوله. هتشرب الميه وهتقوم تصلي المغرب، هتخلص صلاه المغرب هيبقى عدى حوالي 10 دقائق ربع ساعه، بعد كده هتبتدي بوجبه الفطار بتاعتك. لما نيجي نتكلم عن وجبه الفطار، وجبه الفطار هي غالبا هتبقى بالنسبه لك هي وجبه قبل التمرين اللي هي البري ورك اوت ميل. ليه وجبه قبل التمرين؟ لان احنا هنقسم الاكل بتاعنا على 3 وجبات، وجبه قبل التمرين ووجبه السحور والوجبه اللي في النص اللي هي تعتبر وجبه بعد التمرين او بعد صلاه التراويح او سميها زي ما تسميها. وجبه قبل التمرين دي لازم يبقى فيها كل العناصر اللي جسمك محتاجها، لازم يبقى فيها كميه بروتين كافيه. وطبعا احنا دلوقتي في مرحله احنا عارفين الاسعار غليت وكل حاجه بقى فيها صعوبه، فهنصحك ان انت تحاول ان انت على الاقل تدخل 1.6 جرام لكل كيلو جرام من وزنك من البروتين. البروتينات دي تقدر تدخل فيها بروتينات نباتيه او بروتينات حيوانيه مع اختلاف انواعها. جنبها نوع من النشويات المعقد، ويفضل ان هو يكون حاجه مثلا زي البطاطس، ممكن تاكل مثلا حاجه زي الشوفان، الحاجات اللي هيبقى هضمها مش سريع، لان انت هتدخل بعديها حاجه سريعه الامتصاص شويه. الحاجه سريعه الامتصاص شويه اللي هتاخدها بعد الوجبه دي هتكون شكل من اشكال الفاكهه وليكن تمر، وممكن على فكره تبتدي بالتمر قبل الوجبه بتاعتك، مش هتبقى مشكله. الكلام ده كله لازم يبقى جنبه مصدر من مصادر الالياف. مصادر الالياف بتاعتنا هنا بمنتهى البساطه هتبقى سلطه او خضار ايا كان ايه المتاح بالنسبه لك، هتاكل منه كميه كافيه. طبعا الفيصل في نهايه اليوم هل انت هتخس ولا لا هو اجمالي السعرات الحراريه اللي انت او انت هتاكلوها على مدار اليوم. وعشان اسهل عليكم الموضوع في طريقه من اتنين، يا اما تقدر ترجع لحسبه السعرات اللي انا هسيبها لك تحت في الشرح بتاع الفيديو، بمنتهى البساطه هتدخلوا فيها البيانات بتاعتكم، هتساعدكم ان انتوا تقديريا تعرفوا كميه السعرات الحراريه اللي انتوا هتستهلكوها. وطبعا عندكم فيديوهات كتير جدا على القناه بتعلمكم ازاي تدخلوا الاكل في البرامج اللي زي ماي فيتنس باد الى اخره، فهتقدروا ان انتوا تعملوا نظام غذائي بمنتهى السهوله. او هنمشي بالطريقه البلدي، الطريقه البلدي اللي هي طريقه تقسيم الطبق بتاعنا، وهتنفع جدا في رمضان على فكره. ان انت بتقسم الطبق بتاعك لنصين، نص الطبق الياف، الالياف دي داخل فيها الخضروات، داخل فيها السلطات الى اخره، والنص الثاني مقسوم لربعين، ربع فيه النشويات الصريحه بتاعتك وليكن رز وليكن مكرونه ايا كان، والربع الثاني جواه يعني هيبقى حوالي قد كف ايدك كده بروتين، سمك، لحمه، فراخ، ايا كان نوع البروتين اللي انت بتفضله على وجبه الفطار بتاعتك. طيب بالنسبه لوجبه السحور، وجبه السحور هي وجبه مهمه جدا، والمفروض وجبه السحور دي تخدم مجموعه من العوامل. اول حاجه ان انت ما تجوعش، لان انت لو جوعت في نص اليوم مش هتبقى في احسن حاله مزاجيه خالص. تاني حاجه ان انت قدر المستطاع ما تعطش، وده مش هيحصل غير ان انت تبقى شارب ميه على مدار اليوم بشكل كويس، وهعرفك ازاي دلوقتي. والاكل اللي انت تاكله كمان يبقى غني بالميه. وطبعا انتوا عارفين البطيخ بيطلع لوحده في رمضان، ايا كان الفكر اللي انت فيه او السيزون اللي انت فيه، اوتوماتيك هتلاقي قبل رمضان بيوم ولا بيومين ظهر البطيخ ما تعرفش جه منين، وهو فاكهه غنيه
جدا بالميه، وتاخد جنبيها زبادي مثلا. الزبادي يفضل تكون زبادي يوناني، انا عارف ان هي سعرها غالي شويه، واحده في اليوم حاول ان انت توفرها لنفسك، برضو هتساعدك شويه على سد الجوع، وكمان هتساعدك على ان انت الشعور بالعطش يقل. جنب كل دول يكون في مصدر بروتين بقى تاني صريح. انا مش من انصار موضوع الفول ده، لان الفول ده اصلا مصدر نشويات مش مصدر بروتين. هو فيه بروتين واوقات كتير جدا بيتعب معده الناس، ولو معدتك تعبتك وانت صايم مش هتبقى على مدار اليوم مرتاح، لان انت خلي بالك من اهم خصائص الوجبه دي ان هي لازم تساعدك ان انت تعرف تشتغل وتأدي مهام يومك اللي هو التاني يوم، اللي هو يوم ما بعد السحور، من غير ما تحس باي شكل من اشكال التعب. فاحنا عايزين الوجبه تبقى مشبعه وفي نفس الوقت بتوفر لك الطاقه اللازمه من غير تعب ان انت تأدي مهام يومك. فهيبقى فيها مصدر نشويات معقد. انا بفضل في الوجبه دي صراحه ان يكون جنبها شوفان. الشوفان بطيء الامتصاص قوي، في نفس الوقت بيدي احساس بالشبع كبير. ولو عملته كمان بحاجه زي اللبن، لو انت ما عندكش مشاكل مع اللاكتوز وما بتتعبش من اللبن اعمله بلبن كويس، وجنبيها مصدر بروتين او قبليها مصدر بروتين، لان الشوفان هيعتبر شكل من اشكال التحليه، وشويه فواكه كده وزبادي. وجبه كبيره جدا مشبعه جدا وسعراتها مش هتبقى عاليه، وفي نفس الوقت هتساعدك ان انت تاني يوم تبقى كويس. الوجبه اللي في النص او وجبه ما بعد التمرين او وجبه ما بعد السحور او سميها زي ما تسميها، الموضوع فيها لازم يشتمل على الاتي: لازم يبقى فيها كميه بروتين كبيره، لازم يبقى فيها اللي فاضل من سعراتك الحراريه ما بين الوجبتين من دول من النشويات، وتقدر تدخل فيها مصدر دهون صحيه مفيش مشكله عشان تكمل بيه احتياجك من الدهون الصحيه على مدار اليوم. طيب السؤال الثاني والمهم قوي: اتمرن امتى في رمضان؟ من الاخر كده انسى تماما موضوع التمرين قبل الفطار، مش عشان الاكل بس، عشان الاكل والميه والاملاح. الميه قلتها هتعمل مشاكل كتير قوي، وانا مش عايز اخش في تفاصيل علميه، بس ببساطه شديده بالبلدي هتخليك دايخ، هتخليك عندك هبوط، هتقلل ادائك في التمرين، لان كل ما بيزيد الدهيدريشن او بيزيد عمليه الجفاف ادائك في التمرين بيقل، وفي نفس الوقت هتخليك عرضه اكتر للاصابات. ده بجانب ان من الواضح ان رمضان السنه دي هيبقى حر، هيصعب عليك الموضوع جدا، فبلاش تمرين من غير ميه. الاملاح هتحطك في نفس الوضع بالظبط. لو انت جسمك ما فيهوش املاح كافيه، طبعا مع الشغل وافرازات العرق على مدار اليوم الى اخره هتبقى مرهق جسديا. ثالث حاجه الاكل مش موجود، الطاقه بتاعتك هتقول لي هطلعها من الدهون ومش عارف ايه والكلام ده كلام فارغ. مش هتقدر تأدي بنفس الشده في تمرينك، او على الاقل مش هتقدر تأدي اقصى اداء انت المفروض تعمله في التمرين بتاعك، وده مع خساره الوزن وقله السعرات الحراريه هيخليك تخسر كتله عضليه، وده احنا مش عايزينه في رمضان. احنا عايزين نخس دهون ونحافظ على عضلاتنا. طيب الميعاد الامثل امتى؟ عندك واحد من ثلاثه: يا اما بعد صلاه المغرب على طول، ووقتها هيبقى الافطار بتاعك لازم يبقى سريع الامتصاص جدا، وانا بفضل في الوقت ده ان هو يكون مشروب او شيك. تضرب بقى مثلا شوفان مع فواكه، مثلا لو عندك بروتين باودر، او تاخد جنبه زبادي يوناني، او تاكل بيض الى اخره. تخلص الكلام ده على طول وتطلع دايركت على التمرين. هتبقى اولا التشيك ده دخل جسمك كميه سوائل كافيه، لان انت هتعمله بشويه ميه حلوين، بجانب ان انت دخلت لجسمك بروتينات ودخلت لجسمك نشويات. بقيت جاهز ان انت تخلص تمرينك بشده عاليه وتتمرن باداء مظبوط وترجع تكمل بقيه يومك. وفي نفس الوقت انا بفضل شخصيا الميعاد ده لان هو ما بيعطلنيش عن الصلاه. ولو اي حاجه من اللي احنا بنقولها في الفيديو ده بتعطلك عن الصلاه، لان هو رمضان من الاخر احنا بنضيف الحاجات دي جنب الصلاه، لان هو في الاول وفي الاخر شهر عباده. فكل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحط الحاجات دي جنب الاساسيات اللي هي الصلاه والعباده والذكر، عشان تقدر ان انت في الاخر تعمل خلطه كامله كده تأدي اللي عليك تجاه ربنا، وفي نفس الوقت وعمرنا ما هنقدر طبعا نأدي اللي علينا 100%، لكن في نفس الوقت بنحاول ان احنا نوصل لهدف معين، وشهر رمضان بيأهلنا لده لان عدد ساعات الاكل قليله، فبيساعدنا ان احنا نوصل للهدف ده بسهوله. الميعاد الثاني هو بعد صلاه التراويح. بعد صلاة التراويح ميعاد مناسب لناس كتير، اوقات ما بيكونش مناسب نتيجة الدولة اللي انت فيها او مواعيد الجيمات، لان في جيمات بتقفل بدري فما بيبقاش ميعاد مناسب. وحط في دماغك ان الميعاد ده بيبقى زحمة شويتين مكربس، فلو انتم من الاشخاص اللي ما بترتاحش في وجود ناس كتير حواليها ما بفضلش الميعاد ده. الميعاد الثالث من المواعيد الكويسة جدا جدا، لو انت الجيم بتاعك بيبقى فاتح في الميعاد ده فهو هيبقى امثل ميعاد، هو قبل أذان الفجر وقبل السحور بتاعك. يعني من الآخر كده قبل ما تتسحر بساعة ولا ساعة ونص هتروح تتمرن، وبعد كده ترجع تتسحر. بقى السحور هو البوست ورك اوت ميل بتاعك يعتبر، تتسحر سحور محترم وتشرب ميه كويس وتنام، ده زي الفل. بس للأسف أغلب الجيمات ما بتبقاش قاعدة لحد الميعاد ده، فما بيكونش اوبشن متاح لناس كتير. طيب بالنسبة للكارديو بتاعنا، أنا ما بفضلش أبدا موضوع إن أنت تقول لي هلعب كارديو قبل الفطار بنص ساعة، وأول ما الأذان يدن أطلع أشرب أجري، أطلع أشرب ميه وأخش بعد كده آكل وبعد كده أرجع أروح أتمرن. من الآخر كده الكارديو لو قبل التمرين بتاعك هيأثر بالسلب على التمرين. هتقولي طب ما هو في الوقت اللي المفروض يكون بين الكارديو والتمرين على الأقل 6 ساعات. فإذا لو أنت عندك وقت بعد التمرين بتاعك
يسمح ان انت تلعب كارديو، العب الكارديو بتاعك بشده منخفضه على الهادي يعني، وبعد كده روح خد وجبه بعد التمرين بتاعتك. لو انت ما عندكش الوقت لده، حاول تزود الحركه بتاعتك على مدار اليوم او تزود عدد الخطوات بتاعتك على مدار اليوم، وعوض ده بتقليل الاكل شويه. وشهر رمضان هيساعدك في ده بسبب ان انت ما عندكش وقت كتير اصلا يسمح ان انت تاكل. نتكلم بقى عن شرب الميه في رمضان. وشرب الميه في رمضان بيعمل مشاكل لناس كتير، يقول لك انا ما اقدرش اشرب وما فيش وقت. لو مشيت على الخلطه اللي انا هقولها لك دلوقتي هتلاقي الموضوع بسيط جدا. اول حاجه، اكسر صيامك على ميه. اشرب ما بين 600 ملي للتر ميه. البني ادم محتاج حوالي 20 لتر لكل 20 كيلو جرام من وزنه. يعني لو انت شخص وزنك 100 كيلو فانت محتاج حوالي 5 لتر ميه في اليوم. وطبعا كل ما وزنك بيقل احتياجك بيقل. طب 5 لتر ميه في 9 ساعات سهله والله. انت لو شربت لتر ميه على الفطار وخدت معاك ازازه لتر ونص في التمرين، ادي كده 2 لتر ونص ميه، خلصت نص احتياجك من الميه. وانت رايح تصلي التراويح خد معاك ازازه كبيره، وبين التسليمات وبعضيها اشرب لك بقين 3 بقاق عشان السنه، عشان نبقى ماشيين على السنه. اشرب لك 3 بقاق بعد كل تسليمه ولا حاجه. هتلاقي ان بانتهاء الصلاه اللتر ونص التانيين خلصوا. وقبل السحور اشرب لك شويه ميه تانيين وشويه ميه على السحور. هتلاقي موضوع ال5 لتر ده اللي هو للشخص اللي وزنه 100 كيلو، واغلب الناس مش وزنها 100 كيلو ولا حاجه، قدر ان هو يوفي احتياجه بمنتهى السهوله. فموضوع شرب الميه مش صعب. لما نيجي نتكلم عن شرب الميه لازم نلزق فيه على طول شرب العصاير الرمضانيه، ودي بتبقى مشكله كبيره. العصاير الرمضانيه من أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل لك في حياتك. ليه؟ لأن العصاير الرمضانية من الآخر كده عبارة عن قنبلة سعرات حرارية. هم بيجيبوا أي حاجة في الدنيا ربنا خالقها طعمها حلو من غير أي مشاكل ويقوم دالق فيها جردل سكر. المشكلة مش مشكلة السكر على قد ما هي مشكلة السعرات الحرارية الرهيبة اللي هو ضافها في شوية مشروب لا يتعدى ال 200 ملي ولا ال 230 ملي بتشربه على بق واحد، وشوف بتشرب منه كام مرة على مدار اليوم. لو انت نفسك هفاك قوي 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 على الحاجات المحلية، كل الفاكهة بأليافها زي ما هي كده، كلها. اولا هتشبعك اكتر، هتستفيد منها اكتر، وفي نفس الوقت عمرك ما هتستهلك نفس السعرات الرهيبة اللي هتاخدها من العصاير. طب هل ده معناه ان انا مش هقرب من العصاير الرمضانية خالص؟ خليها تفاريح يعني في الاسبوع مرة بتاع، وخليها نسبة محددة بعد اكلك. كل اكلك وظبط دنيتك واشبع واشرب ميه كويس، وبعد كده ابقى اشرب كوبايه عصير ولا حاجه. مش هي دي اللي هتخرب الدنيا. لو انت ماشي بالمبدأ ده في الاخر هتحس ان انت يعني بقى الموضوع اولا مش محتاج انك تشرب الكميات الرهيبه اللي انت محتاج تشربها، لان هي اولا بتبقى ناتجه عن العطش الرهيب اللي البني ادم فيه، وقتها البني ادم بيعوض الميه بشرب العصاير دي. فلو انت شارب ميه كويس مش هتحتاج ده من الاساس. وتاني حاجه هي فكره ان انت خلاص اوريدي معدتك مليانه نتيجه الاكل والفايبرز والوجبات المتكامله اللي انت واكلها في رمضان، فاحتياجك من الحاجات دي كده كده اوتوماتيك هيبتدي ان هو يقل. نيجي بقى لاخر نقطه في الفيديو بتاعنا، وهي من الاخر كده مربط الفرس، الكوارث الرمضانيه. وايه هي الكوارث الرمضانيه؟ الكوارث الرمضانيه هي الاختراعات اللي بيخترعوها كل رمضان. انا بصور الفيديو ده تقريبا قبل رمضان باسبوعين. الاسبوع الجاي انا عارف ايه اللي هيحصل. ليه؟ لان هو نفس السيناريو اللي بيحصل قبل كل رمضان. هتبتدي كل وسائل السوشيال ميديا، كل الاعلانات التلفزيونيه، كل حاجه حواليك بتهاجمك باشكال غريبه جدا من الاختراعات الرمضانيه. وكل رمضان وبيبقى ليه اختراعاته معروفه. طب الاختراعات الرمضانيه دي ايه مشكلتها؟ مشكلتها ان هي من الاخر تقدر تدمر كل اللي احنا بنتكلم عنه في الفيديو. طب هل ده معناه ان انا هعيش رمضان كله ولا اعرف بقى طعم الحزلقوميه الرمضانيه اللي هيخترعوها السنه دي، ولا المستكه بالفستق اللي مش عارف ايه، ولا الكلام ده؟ لا، هتعمل اللي هقول لك عليه ببساطه. هتطلع من رمضان جربت كل حاجه حلوه نفسك فيها وبرضه وصلت الهدف. لو جينا اتكلمنا عن الاختراعات الرمضانيه، انا بمشي العملاء بتوعي وانا شخصيا بمشي بمبدا بسيط قوي. انا بمسك رمضان يا اما بقسمه 3 تتلات يا اما نصين. ايه اللي انا بقوله ده؟ من الاخر كده اغلب الحاجات اللي انتوا بتشوفوها هي زي ما بنسميها بالبلدي هيش على ما فيش، يعني شكل على الفاضي وطعمها مش حلو. طب انت هتعرف منين هي طعمها حلو ولا طعمها مش حلو من غير ما تجربها؟ لا، في ناس تانية موجوده بتجرب. في صانع محتوى شغلته في الحياه ان هو يجرب. فانت سيب صانع المحتوى يجرب، واقرا الكومنتات واعرف ايه فعلا الحلو وايه الوحش، عشان اولا ما تضيعش فلوسك. لان دلوقتي كل حاجه يعني اغلب الحاجات دي بقت بتتباع زي ما هي كده بالقالب وبتاع، فتلاقي نفسك لبست حاجه من اخر طعمها وحش وبتاكلها عشان انت دفعت فلوسها استخسار يعني، ولبست سعراتها كلها. فبقى عندك مشكلتين، مشكله الفلوس ومشكله السعرات. تحلها ازاي؟ سيب الراجل الطيب ده يجرب ويقول ايه الحلو وايه الوحش، واقرا كومنتات الناس، ولحد ما توصل يوم 15 رمضان اللي هو نص الشهر هتبقى عرفت انت من الاخر عايز تجرب وتدوق. وركز كلمه تدوق ايه. من الاخر بعد 3 قطمه من اي حاجه في الدنيا حلاوتها راحت. انت بتاكل الحاجه عشان نفسك تاخد التجربه،
عايز تعرف الحاجه دي فعلا طعمها حلو طعمها وحش، طب الناس اللي بتقوله ده موجود ولا مش موجود، انت بعد 3 قطمه حرفيا وصلت للاحساس ده او للشعور ده، فوقتها المفروض ان انت تقف. وده مش هيحصل غير لو انت فعليا واكل كويس وشارب كويس وماشي على نفس النظام بتاعك واخد دي كتحليه كاضافه. عملت ده اعمله في 15 رمضان وفي 30 رمضان. من الاخر كده هتلاقي نفسك جربت حاجتين 3 في رمضان اللي هم مناسبين ليك، ومن الاخر حاجتين 3 في رمضان مرتين في رمضان مش هيعملوا لك اي مشكله. فلو انت عملت ده هتلاقي ان انت قللت بنسبه 90% مثلا او 95% كمان الضرر اللي ممكن يحصل بالحاجه دي. تيجي تقول لي لا انا مشكلتي مش في الكلام ده، انا مشكلتي في العزومات الرمضانيه. العزومات الرمضانيه هي من احلى الحاجات في رمضان، فلو انت حاطط في دماغك ان دي مشكله فانت كده فعلا بتحط نفسك في مشكله، لان اي بني ادم ما بيتعلمش ان هو يتاقلم مع المجتمع ويعرف ان هو يتعايش بالنظام بتاعه في وسط المجتمع، فهو بيحط حاجز ملوش اي لازمه بينه وبين الناس، وهتحس ان انت غريب، وهتحس ان انت في وقت ما يعني كل الناس مش حابه ان هي تقعد معاك وانت بتعمل اللي انت بتعمله ده. ده ليه؟ ده نتيجه تفكيرك انت. قدامك نوعين من البشر، نوع بيتقبل طبيعه حياتك ودول بيبقوا الاهل المقربين قوي، من الاخر كده الناس دي ما عندهاش مشكله ان انت تقعد تاكل اكلك، فلو كده خد اكلك معاك. نوع تاني من البشر مش هيتقبل الفكره دي باي شكل من الاشكال، الناس دي لازم تقعد تاكل معاهم زي ما هم بياكلوا، بس تاكل ازاي؟ تاكل بالترتيب اللي انا هقول لك عليه. ابتدي اكلك اول حاجه بمصادر الالياف، كل منها حبه حلوين قوي، سلطات بقى، خضروات، حاطين هم عاملين خضار مثلا ما، كل منه كميه محترمه. بعدها تاكل كميه بروتين اكتر من اللي انت بتاكلها في الطبيعي، الطافس ده هيساعدك انك تشبع شويه زياده وتبقي الجزء اللي فاضل في الاخر للنشويات، وممكن بعد كده تحلي معاهم حاجه بسيطه برضو تدوق لا اكتر ولا اقل، مش هيحسوا باي اختلاف بينك وبينهم، وفي نفس الوقت انت نفسيا هتحس ان انت ما بتعملش حاجه غريبه. نيجي بقى للحاجه اللي انا ممكن اساعدك بيها، اللي انا ممكن اساعدكم بيه بمنتهى البساطه، هي فكره الوصفات رمضانيه، ودي هنعمل منها كتير جدا شهر رمضان ان شاء الله على القناه. هنحاول ان احنا نقلد الحاجات اللي بتطلع في التلفزيون قدر المستطاع يعني، ما عشان برضه ما ابقاش بضحك عليك، وفي نفس الوقت هنوفر لك وصفات تانية عاديه رمضانيه، كنافه وقطايف والحاجات الحلوه دي، سعراتها محسوبه وتقدر ان انت تدخلها كل فتره ضمن الدايت بلان بتاعتك، وهتسهل عليك الموضوع بشكل كبير قوي. لو انتوا عملتوا النقط اللي احنا بنتكلم عليها دي بالمنظر ده هيخلص شهر رمضان ان شاء الله وانتوا حرفيا واصلين للهدف بتاعكم بمنتهى السهوله. اهتم بعبادتك وصلاتك قبل اي حاجه. انا هختم الموضوع بكلمتين صغيرين قوي عن النوم. دايما هقول لك نام من 7.5 ساعات ل 8 ساعات الى اخره. في رمضان ما اقدرش اقول لك الكلام ده لان انت ما عندكش اللي يتيح ده ليك. ده نام كل ما تقدر مع المحافظه على الاكل بالمنظر اللي احنا اتكلمنا عليه. حافظ على عباداتك واكلك بالشكل ده، هتوصل لهدفك ان شاء الله بنهايه الشهر، وهيبقى من احسن الحاجات اللي انت عملتها في حياتك. اتمنى ان انت لو وصلت لحد هنا وما ضغطتش على زرار اللايك اضغط على زرار اللايك، ولو مش مشترك في القناه او مش مفعل جرس التنبيه اتمنى ان انت تعمل ده دلوقتي. ولو عندكم اي استفسارات او اي اقتراحات لفيديوهات تانية سيبوها لي في الكومنتات تحت. كان معاكم دولا من دولاس فيتنس جايد، واستنوني في الفيديو الجديد.